السلام عليكم. ليه مهم إن إحنا نتعلم حاجات كتيرة في الوقت ده؟ الوقت ده وقت تعلم، وقت تطور، حاجات كتيرة بتظهر، مصطلحات جديدة بتظهر، كل يوم في مصطلحات جديدة بتظهر، لازم يكون عندك أنت مواكبة للمصطلحات دي الجديدة اللي بتظهر، لازم يكون عندك قدرة على إنك تكون مستمر في التعلم، لازم كل يوم تتعلم حاجات جديدة. إحساس مش حلو إنك تكون قاعد وسط مجموعة وتتكلم معاك في حاجة معينة في موضوع معين وأنت ما عندكش أي خبرة بالموضوع ده. صدّقني بتحس إن أنت يعني أنت مش تبعهم خالص، بتحس إن أنت لازم تروح بعد ما تخلّص تروح تعمل search تبحث عن الموضوع اللي هُم بيتكلموا فيه، تبحث عن المصطلحات الجديدة اللي أنت سمعتها، مش خسارة فيه خالص الوقت اللي أنت بتضيّعه في إن أنت تبحث، ال5 دقايق اللي أنت بتضيّعهم في إن أنت أو مش بتضيّعهم اللي أنت بتستثمرهم إن أنت تبحث عن حاجة جديدة، مصطلح جديد أول مرّة تسمعه، الوقت ده مش بيضيع خالص إطلاقًا، أنت لازم تستفاد حاجة، بما إنك بحثت فكده لازم بتستفاد حاجة. أصلًا أنت عندك القدرة وعندك الوقت إن أنت تتعلم الحاجات دي، عندك الوقت إن أنت تبحث عن أي مصطلح جديد تسمعه، لكن أنت مش بتعمل كده وبتكسل، دايمًا بتضيّع وقتك في حاجات مش مهمة، بتضيّع وقتك في scroll في حاجات بتسرق وقتك في حاجة أصلًا ما لهاش قيمة، ما لهاش معنى. اللي عنده فكرة في مجالات مختلفة ده بيكون أسهل في التعلم، بيكون أسهل في التعامل مع الناس وأسرع في التكيُّف سواء في الشغل أو في الحياة الاجتماعية أو في السفر. في أي حاجة، إن يكون عندك قدرة على مواكبة المصطلحات الجديدة اللي بتسمعها أو بتتعلمها، ليها خطوات عملية هاقول لك عليها دلوقتي حالًا. أولًا سيب نفسك للفضول، مش الفضول في حياة الناس ولكن الفضول في التعلم، إن يكون عندك شغف أو عندك عاوز تتعلم حاجات جديدة، المصطلحات اللي أنت بتسمعها جديدة عندك فضول إن أنت تعرف إيه هي بتتكلم عن إيه. ثانيًا اسمع بودكاست، صدّقني البودكاست مهم جدًا، جدًا ومش بياخد من وقتك أي حاجة، أنت ممكن تسمعه في المواصلات. وقت المواصلات ده إحنا بنضيّعه في حاجات تافهة، زي الدوشة واللَم الأجرة والحاجات دي، أنت ممكن تستفاده في إن أنت تسمع بودكاست، صدّقني هيفيدك جدًا. رقم 3 تابعني، بنتكلم جد، تابع ناس مفيدة، ناس هتفيدك وهتقدّر وقتك، ناس بتقدّم لك معلومة قدّام الوقت اللي هي بتاخده منّك، ناس بيكون ليها دور في إنها تحرّكك من مكانك، مش الناس اللي بتضيّع وقتك وبتسرق وقتك لحاجات تافهة. unfollow على طول لأي حد بيغني، بيرقص، أي حد بيعمل طبخ. رابعًا اقرأ، اقرأ ولو صفحة واحدة بس في اليوم، صدّقني القراءة دي بتفيدك جدًا، جدًا، بتوسّع تفكيرك لحاجات أنت ما كنتش واخد بالك منها. وبتخلّيك يعني تفكّر خارج الصندوق، وحاجات تانية تعرفها لمّا تبدأ تقرا. خامسًا صاحب واقعد مع ناس أعلى منّك في الخبرة في مجال معيّن أو سواء في مجال في الحياة، في الشغل، في track معيّن، اقعد مع ناس أعلى منّك في الخبرة، ناس فاهمة أكتر منّك، لإن أنت هتسمع مصطلحات جديدة فهتضطر تروح تبحث عنها. الخلاصة ما تسيبش أي يوم يعدّي من غير ما تعرف فيه معلومة جديدة، واكتب لي في comment حابب نتكلّم عن أي موضوع من ال3 دول في الفيديو الجاي. سلام.